هلا خلينا نبلش بوصفة الكيك الطنجرة. 3 بيضات هون عنا بنضيفهم بدرجة حرارة الغرفة. عنا هون كاسة سكر، نص ملعقة صغيرة فانيليا، عنا هون برش ليمون نضيفهم، نحرك. عندي هون كاسة حليب ضيفهم بحرارة الغرفة. هون 3/4 الكاسة من الكوب من زيت النباتي نخفق. هلا بضيف ملعقة خل أبيض، بحركهم شوي. هلا بضيف كاستين ونص، كوبين ونص من الطحين متعدد الاستعمالات. طبعا لازم ننخلهم. عندي هون رشة ملح، عندي هون ملعقة نشا ذرة، عندي هون 3 معالق كاكاو ضيفهم. حركهم. هون نصير نضيف بيكنج باودر، ظرف بيكنج باودر. هون حسيت الخليط سمك عندي شوي. هلا بضيف شوية حليب. عندي هون القالب دهنتها بزيت النباتي. هلا بفضل خليط الجاتو على القالب، دقتين لا تطلع من الهواء. عندي هون الطنجرة رفعتها على النار، فيها مي سخنة، وهلا حطيت هي القالب جواتها وسكرتها منيح. طبعا هي النتيجة النهائية. اخدوا معي 35 دقيقة بالطنجرة على النار. هلا بقلبها. متابعيني الحلوين، بتمنى تتابعوني على قناتي اليوتيوب والفيس والتيك توك، تعملوا الاشتراك بالقناة، الكومنتات تعرف عليكم من اي بلد تتابعوا. ما شاء الله شكلها بشهي وكتير طالعة طرية. بتمنى تجربوا نفس الطريقة وتطبقوا نفس الوصفة. عندي هون الصوص أنا عملته. بدهن الكيك فيها. إذا بتحبوا قولولي بالكومنتات لنزل لكم الوصفة. طبعا هون الزينة اختياري، أنا زينتها بجوز الهند. انتو كيف بتزينوا، كيف بتحبوها، اختياري. ما شاء الله المنظر بتشهي، طعمتها كتير طيبة. نصحكم تجربوها وطبقوا نفس الوصفة نفس الطريقة. ما شاء الله شايفين الطراوة. بتمنى إذا عجبكم الوصفة تكتبوا لي بالكومنتات. صحتين وهنا.